كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، تفسير العدو شدوي. نعم، إن أفعال البشر واقعة بقضاء وقدر. بقدو أدمش ديشتل خمنش خلشتو ديل قيلتاني تعشيق وياتودع. هذا حق هربقدك دو لا يخالف فيه مؤمن بصوب تبتون دعوات. ولكن أما من أين لهم علم تيغا علم مشر دل بأن الله قدر عليهم هذه القبائح والمعاصي. الله تعالى برد للدين الهرق وشربيوخم مشر خاتان. هل اطلعوا على اللوح المحفوظ لوح المحفوظ دوز نتان فرأوا بأم أعينهم شيء صوتن بعرقشتان تان قاقوش أن الله كتب عليهم الضلال والشقاء. الله تعالى يازنا التلر فسارعوا إلى تنفيذ قضاء الله تاقشتاسه يشاء ديل قيل قوتشيا حتى يكونوا مطيعين لا نتع دش خضر حام اشتبو يشبه. ومن الذي أخبره ملو تاقديسنك أن الله إذا كان يعلم كفرهم وعسانهم الله هنخشخل سكفر العيسل أنه يقبل ذلك منهم ويرضى عنهم. الله تاقر قابل ديدوش الله تتمن ريزخرو حبوغس. إن قضاء الله تابع لعلمه. الله هنخل علما سو وعلمه تعالى لا يدل على رضا. الله هنخشتلهما يتن ريزو بوشتلهما تدوكشتات سباخ. كما إذا علم السلطان خروج بعض الجنود. Как, например, тана пачарчан хитча чун чаболу темлая эрболер هون كيكلر эрболер чун хитч وقيامهم بثورة ضد حكمه. تأقتي إش حلغي ترت على ولوتي يشوع حكما دحل چون خيش. فهل هذا العلم يكون عذرا لهم؟ هل خأر تانا أبروداني خيري بأخ بالخروج على حكمه چون حكما دحل بولرت وش دحل بولرت ومخالفة النظام ومخالفة تاكس بالخروج على حكمه ومخالفة النظام والقانون تأقى چون نزمنا زكونا دحل بولرت إش تانا أبروداني خيري بأخ خيريات. هذا مثل هردال المثل دو ولله المثل الأعلى. الله نقول لقر مثل دو. فالله سبحانه يعلم كفر الكافر. الله هنا كشت كفر الخاء وعصيان العاصي عيش عيس الخاتن. وقد سجل هذا العلم في اللوح المحفوظ حق مات بساني والسن أخسوش وعد عيازين دو إذا. وعلمه سبحانه ليس فيه حجة أبدا للإنسان. الله خأر إذ تأدو ودعت أدمن لأن الله تعالى يحب الطاعة ويكره العصيان. هندج الله نتأخذ ديز عيسل تسيز. ولهذا ختم الموضوع بقوله سبحانه تندر الله هو هر تيمة شاقيقين شيقام يلساب قل عال فلله الحجة البالغة جوخل دل مسانا مسوقية شخل بلو حجة دو الله يعيك. فلو شاء لهداكم أجمعين لإيحار شدق نستيلرتون. أي قل لهم اعتقال لقد قامت حجة الله البينة الواضحة على العباد. نحواتنا الله نقبل دوشتل دو ودا ليشن ده. وفي أمر التكليف كساتنا واجب أجتأي قرخلات. فهل يبقى لأحد حجة تحنيت أقدو وديسني هو دهل يات تيست. فلم يبقى لأحد حجة تحني دو وتسيسنا تأقبع تندهل. ولو شاء لهداكم إلى الإيمان أجمعين شدقي الله لإيعات ونستي درشو إيماني. ولكنه تعالى ترك للعباد أمر الاختيار للإيمان والكفر. أما الله هو ليش عادة خارج ما إيمان يكفر ليتم التكليف. تكليف قوتش خلرحم تكليف هو الله وإن تدلر هم تدلر لقس تو وإن تعهم واجب در.
فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر قيجا تعبوغ شن لا شو إيمان دليل شن لا شو كيرسنال دويل. То есть, دمج что Бог датиза, قيامتين عشان هو العخار دوشن بولدوس ولا إكراه لأحد على طاعة أو عصيان تسعى برنوردات وأشوات نتأخذا لعيس الله خارجا بالله ثم عاد إلى مخاطبة المشركين تلد أها مشرك ناخي ويستغل يغوزنا الله وبيان ضلالهم تلر بالقلدقاء في دعواهم الكاذبة خاتش دولا أتوج دين أشكاحا بأسلوب التهكم والسخرية فقال ميتدم إزدوف كيردقوي صوبوغ الله بوغ قل عال هلم شهداءكم شيء توشل ديردش حبال به الذين يشهدون توشل ديردش بوئش أن الله حرم هذا الله هو الحرم دنال فإن شهدوا سار توشل داحا فلا تشهد معهم أحتار توشل مدية ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا تأقل أمشان تيحا مواز سآية شخوبل سديش بولشي لا أمشا تيحا مواز والذين لا يؤمنون بالآخرة آخر تقصتيش بولشي وهم بربهم يعدلون ديل الشرك ديش بوقش باخ وهم بربهم يعدلون لا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قيمة نقصتيش الله تسا شرك ديش باش يعدلون يشركون اجتماع دقصنه أي قل لهم اعترق قال أحضروا لي من يشهد لكم حوالي يسونا شنا تيشل ديردك على صدق ما تزعمون أشبوشتك بقدوال من تحريم الله لهذه الأشياء هرمش الله حارم دنال والمقصود من إحضارهم إش حبال بآل الخلاشتك فضيحتهم وإظهار كذبهم إش سيسز برا تيبوش بوش باقردو وأنهم لا متمسك لهم في هذه الدعوة الباطلة تختان تسوى المتك بوتي خائتردو هروما تيلد الهرم آلر هرم حارم دو وجمحان الدبوش والأمر هنا للتعجيز وقع دفش الأمر إشاء تير نتس تقواتش نتس قاتش تير نتس قوشر بوش همانس إش دو إباخ تو استحبال ربما بازي تارش باخ فإن شهدوا تاتوشل داحا بأن الله حرم ذلك الله ودورك حارم دنال فلا تصدقهم فإنه كذب بحت يشبه مبيلع إذا تنبيش بهنا ولا تتبع أهواء الضالين المكذبين بآيات الرحمن يحا مواز لا مشنات البلا ديل آية بغوبل سديش بولشنيخ فإنما يتبعون الهوى إشاء تلن شن لا اشتل هما دعبوش نعبوش وهو شقاء وضلال إذ دي غزل تلردو إذا هؤلاء الذين لا يصدقون بالآخرة خوش بهنا آخرته بقصد يشبش ويجعلون لله عديلا أي شريكا الله تن إسنا قبوش بش إشنك تن يشبش بو إشت شرك يشبش بو إش فيعبدون معه الأسنام والأوثان تن تاني تارا طلقشن عبادته ثم جاءت الآيات تبين للناس الدين الحق تلطع آيات تحكينا أناخنا بقدش تلدين دوزيتشه الذي لا عوج فيه ولا انحراف شين شوحت عاد حوزم رزدا لردوش دين دوئزة فما كانت شريعة الإسلام إسلام شريعة داتسا لتحرم على الناس الطيبات تنهم شدكهم شناخا حارم ديش ولا لتمنعهم عن لذائذ الحياة يأش يغبيت شاء الداخل عدوش طلوء من ديش طلهم نشخ إنما جاءت لتبعدهم عن المحرمات والخبائث الضارة الإسلام دين شرع دين دو نخ جين بوش حارم دوشتلهم نشخة بيو دوشتلهم نشخة زيد يشتل التي تؤذيهم في أبدانهم وعقولهم يخم شتو يشتان زيد يشتان دغم شكاح تلهيقل شكاح سواء منها ما كان من الأمور العقدية تحتردو اتهم نشخة اتحارم دلهم نشخة عقيد سوازن ومشتلرش أو العملية يتعمل سوازن ومشتلرش في العبادات والمعاملات والأخلاق عبادة شكاحة داق يغمتك شكاحة ناس يلغشل داق غلقش ساء ولهذا جاءت الآيات الكريمة تندر آيات داخنا بالوصايا العشر
بسيات دالوشاء التي اتفقت عليها جميع الشرائع والأديان السماوية. بسادو إشاء شين عبرت خلا مصو شرعش مصو دينش شين وفي ذلك يقول تقدست أسماؤه. تنو لاتس الله بوق قل أعال تعالوا حدويل أتلو أستأقلوس دشن ما حرم ربكم الله شن حارم دينك عليكم خذوا لا تشركوا به شيئا تنسى تنشرك تدر كروشي وبالوالدين إحسانا دين يسلك خضر أي قل تعالوا حدويل الآل تشارقا اقرأ ما حرمه ربكم عليكم الله شن حارم دينك أستعدو شردوشن باليقين لا بالظن والتخمين وبجدون نخأرت علما سا خيج تلهم نشتدوش ألا تشركوا مع الله أحدا ديلتا شرك مدي ألا حلغة نجدو لا بشرا ولا حجرا أدم دليرز يا طوب دليرز وبدأ بأمر الشرك شرك تدعو ولا الله لأنه أعظم المحرمات وهند أجر دق حارمهم يدول ديرا وأكبر الكبائر أجر دق دقي إنوش أجر دق نجي دول دير وبالوالدين إحسانا بغيوخ أي أن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا دين نانا دكدر دقي لا تقصير فيه ولا إساءة قوتش دك تغلر دوتش يتان زيدر دوتش والحكمة من ذكر الإحسان إحسان حقدر دكدر حقدر هقعتن حكمة خدون ألشا دون قوله هرتسولش ولا تسيئوا إلى الوالدين اشتيتسولش دينان زي مديه هي المبالغة إذا تأخذ أو آلردو في حسن المعاملة تساعد لغمتك ديك ليلر حاج أو آلردو يباخ والدلالة على أن ترك الإساءة عليهما دقا وكزاني يشتو تاشن زيد سديش عرى غير كاف تؤشتات في قضاء حقوقهما تاشن حق قوش دريع تاشن زيد سدينش عن والس ألقصهول تان دكخل وشو دوغز ولا تقتلوا أولادكم من إملاق شبيش مديئة من إملاق تست بسبب إملاق خفية إملاق تست قيلة قورش نحن نرزقكم وإياهم سو شقوب شوك وشقوب شوك إبيرش شقوب شوك الإملاق الفقر قيلوس أي لا تقتلوا أولادكم شبيش مديئة خشية الفقر قيلة قورش فرزقهم ليس عليكم رزقهم ليس عليكم تيتانيت دلر شوند إعداد بقولوا أشلوش داتس بقولوا إستيا حمدو تاني نو الله وغولج دوز وإنما رزقكم ورزقهم علينا تي رزق شو رزق تي رزق سوند عدو أصلوشتو فلا تخاف الفقر من وجود العيال تأقى قيلخ مقيرة شو سمع خلشة شو سمع خلش شو بيرش خلش فإن الله هو الرازق للعباد هو الرازق للعباد الله ليشنا رزق شوك ولا تقربوا الفواحش بيوخم شنا جرج مغوع ما ظهر منها وما بطن تيرخ يون ديك دليرز سكريتي ديك دليرز ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق الله حارم دي تمجين أدم ودي إلا بالحق تحق دوش بي تسدي بقوة يوش بي بغضغي أي ولا تقربوا المنكرات والفواحش كالزنا تقوخم نشان بيوخم نشان جرج مغوى زنا دليرز وشرب الخمر قارق ملر دليرز والربا برتين شلرش وغيرها يقينش دليرش من الذنوب المهلكة خلق واشتلقين والشخ سواء ما كان منها يفعل بالعلانية برازن تسياتير بوش ديشتق أو بالسر والخفاء قيلق ديشتق قال ابن عباس وبوخ كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنا بأسا في السر جاهل خيناحات سانا زنا در جوت سيوت سارة وخم تخيتر تسان إذا سكريتا ديش ويستقبحونه في العلانية تسان قوش دال قوش ديشا إز بيوخيج خلط سانا فحرمه الله في السر والعلانية الله حرم دنا إستاق سكريتا دي أشغلشي قوش دي أشغلشي وقد نهت الآية عن جميع المنكرات والفواحش وآية سمجنا دقي بيوخم نشا الظاهر منها والخفي قوش دقي قوش دوتوقي ليظل المسلم بعيدا عن هذه القاذورات
بوصل تجينا عويسر حما حق بيوغل الشخاء التي تلوث عرضه سي بياخد يشتل. وهذه هي الوصية الرابعة هرأدي الغساتو. أما الوصية الخامسة بخيول فهي تحريم سفك دم المسلم بوصل تجا تي عادر حارم دردو. اللهم إلا أن يكون القتل بحق. هر وريان توت ياتع نقاحسن بوغدوقز يسي نتاك بوغدوقز اللهم إلا تعبق ويشواتع بوغدوقز كروجي أوقع بوصل تجبو كرستجي بروستتاك كرست ولا روي شوش إزوات إذا يقضوه وقع كالارتداد تسوية بقوة يلش وريانت ملوجي بوصل تقوية بقوة يلش وريانت ملوجي كالارتداد عن الإسلام إسلام دين غار والر أو بالقصاص قصاصا استجير يقرت بأن قتل شخصا فيقتل به например تعوينة داق إتقوير بعندوش إزوي أو برجم المحسن يزود يالين خلوة توزينا ديش سنتولكش توارتساوي شو إذا ولما كانت الأمور المنهي عنها أقار هم نشخل شلتها هر حارم دين دولا هم نشخل شا خل ديرة أنا مقردو مما يدرك الإنسان قبحها بعقله أدم تحقي اشتن بيوغلنا شي هيقل ثاني ختمت الآية الكريمة بقوله سبحانه الآية شق داقنا ديل دشنسا ذلكم وصاكم به الله اشتساد نشنا لعلكم تعقلون شويل الشاغل داستي بتموجت وبودتي لقى دومت بتموجت ورزميتي على مقدو أي تستعملون عقولكم الشيء حيقل ليلو تنبق الشيء التي تصرفها عن مباشرة القبائح المحرمة يحيقل شو إشاء شو ضغم شو تغرد الشاء بيوغل شاء حارن دوشتل بيوغل شان شو دغيا ترخ تصرفها الشاء تصرف أبدانكم على مقردو أنفسكم على مقردو. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده تقبو بير دخن ديما غيرت إلا بالتي هي أحسن ديكنز بيه أشتان ديكنك دياش بيه إشاء بقي خلت وقع مفرد يتيم وإشتاله نقيش تقوي. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط كيل ميزان أوش يجيو ويسيو وجا ميرا يكروشي دا ميرا يج ويس يج نيسوانسا وز نيسوانسا إذا حدا يوز. هذه هي الوصية السادسة والسابعة هاشي سيدو شستوي سيدموي وهي تحريم أكل مال اليتيم إشملوشتون ألشا بوبيري دخني دأر حارم در والأمر بالمحافظة عليه دخني لردي ألا أمر دراء دوه يغضوش حتى يبلغ سن الرشد والتكليف حيقل شو خيني والتسا بوبيرا تأخشين واجب أشتيق خان دقاتشتسا تويس إخان دقاتشتس فيسلم إليه ماله تأخشن داخني تندعلوشتو. والنهي عن البخس في المكيال والميزان أوش هم كأزق وزر حارم دردو أوش جلاليزا يا ميرت يا شجلاليز. ومعنى قسط بوغا العدل نيسو يباخ أي العدل في الأخذ والعطاء تسحق يتشند على تشخيناه نيسو الإلير. فإن نقص المكيال والميزان هالشيء قوش صدر ظلم دو والظلم ظلمات يوم القيامة ظلم قيمة دين عبود نشخر بوشبوت نخبخ. ويل للمطففين وشلهم وزما يسا وش بولشانا غوري ايتم وغدويزا الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ناخ شينا تحو ميري تشخيناها بولني قوتشو تساتر وإذا كالوهم تا هغار تاني ميري تشخيناها أو وزنوهم يتار هغار تان وشيناها يخسرون وزما يستأو ساربخ يشو تاري أي ينقصون الوزن تيستي وشلهما قوش سيوتار. ثم قال تعالى تلت الله وبوغ لا نكلف نفسا إلا وسعها أدمي دلوش تقوي أستن أدلشتات وإذا قلتم فاعدلوا أشتعم أوتشين عن سويه ولو كان ذا قربى شن نيستج آلش زيغلشتج شو جرجرتج ولح
وبعهد الله أوفوا ديل سين الجا وديل دوشتل دقا ورلردية ذلكم وصوكم به لعلكم تذكرون الله إشتا إتهم زوساد نشنا شوق حيغ مقداسر ديال أي هذه التكاليف هرت أيق الواجبات شا في وسع الإنسان وطاقته أدمي دلوش طلهم نشتو إشباخ فلا نكلف أحدا من عبادنا سيليش عن يستدرشتات إلا بما هو في وسعه تم دلوش تكبير وبما لا يعصر عليه تن خلق دوتك بيه وإذا حكمتم فعدلوا في حكومتكم وشهادتكم أرس حكم دجخين عنيس ويشي حكما قحات أقتوش الدريحاء ولو كان المشهود عليه من ذوي قرابتكم إشين دحل يتوشل ديشو شو جرجر شارق وضح وهذا أمر بالعدل بين جميع طوائف البشر هرا نيسوي الأمر دو أدم الشغمس وتوبن الشنقع بقطع النظر عن أجناسهم وأديانهم تاق حجر دعخد وشاد سيرويد شيء سير نبرمير سير خوراس اش ميچر بوخ سير سير هو نتسنى لسنوخ يلاح سير دين مهدل عبوغدوق تيجي يتسحوش بوغدوق بقطع النظر فالعدل أساس الملك داق بتش حلينا بوخبو نيسو وهو واجب في الأقوال قم يلشكاحا واجب دويزا خلديشتويز كما هو واجب في الأفعال خدشت الهمانقاحا نيسو واجب خدرتر لأنه هو الذي تصلح به شؤون الناس هنداج إدو شيئة دي نيخ حل نسل حولش نسل شندو شيئة نسل شندو إذا فهو ركن العمران داخر نبوخبو إذا وقطب روح الإسلام إسلاما ملنسن أوسيو إذا غويز بيرنوسنا بسمسل بغدو تس إسلاما هو تنخ وجوه مي بغدو تومي وآل مجدوق ثم قال تلدي عبوه وبعهد الله أوفوا أي أوفوا بكل عهد عاهدتم به الله وصوا لقوا والله أش ديل سازكلو تشيتينلو أو عاهدتم به الناس يا إذا قوري أشناعتين زكلو جيتين فالوفاء بالعهد سمة أهل الإيمان شادل ديل دوش دقا والله يرى إيمان دوش بولش نيغا بريزنكيوس ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون أي ذلكم هو أمر الله ووصيته إليكم إذا الله ودين شن أمر دوشن شن تودين وسيا دوشن أمركم به أمرا مؤكدا الله وجعل أمر دينشن شنسا لتتعذوا وتسيروا على مقتضاه شون حيغم خل رحمة شود عاد رحمة وبوشت الهما ديعتن مع ديع ديتن الهما وهذه الوصايا العشر هر إت وسياتا مما لا تختلف خيت سلوشت اشتوئش باختلاف الأمم والأعصار خيت دلرتسا خينش خيت سلرتس وهن محرمات على بني آدم جميعا نص أدمش حارم خلدوش دائما ولهذا تندر أكدها الله في هذه السورة الكريمة تندر الله وجاهدنا يهم نشهق سورة شوحال يرمدلو وكرر فيها لفظ الوصية لقى يغيغ وصية تستوصوكم وأشتلدوش يغيغ دالنا ليستمسك بها المسلمون بصل نعتنا تصبل رحمة يسيج تصبل رحمة ولا يغفلوا عنها تير غوبل اشتغل رحمة في حياتهما الاجتماعية شيء أبشيستون رزنها فهي وصايا ربانية ديلي قروسي اشتوشة وتوجيهات قدسية سماوية تاقا وين يل نبرولين شوشة ستويوشة نبسني وقد ذكرت في هذه الوصايا في التوراة بالنص الآتي توراة وحقنا دوها رسيتشة سليدوشيم تكستا بغدوغس وأولها تنشال أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر صحديلو حقار واقن ولو مصر لاتير يجيبتير من بيت العبودية أقربستني متير لا يكن لك إله غيري هون قديل مغليل صوتك أكرم أباك وأمك حيدانا لار ليطول عمرك في الأرض حداخر داخل لترحمه دنيا دع لا تقتل لا تزن لا تسرق ويا زنا مدية خملتش مية لا تشهد شهادة زور بيتشنج داشتل تيوشل مدية لا تشتهي بنت قريبك حالول وشن وزرلات مية بغدقس ولا عبده يتن لي ولا أمته يتن جنسك رضلي ولا
ثوره ولا حماره يتن بكي يتن أقول تن غسل ولا شيئا مما لقريبك يتعاهما ولا أول شون تعاهما حين مد يزيد حين مد يزيد با. ولليهود عناية عظيمة بهذه الوصايا أوغ تدم باش بوجكتي حق وسيج ساني باخ ولكنهم لا يطبقونها أمتا ليل وشمداتش وقد كتبها أهل الإنجيل في أول إنجيلهم ياق إنجيل شي دوش باشا تو استخستي سالة دازنا وسيج شي إنجيل حلغة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه إشتا أسا دعير دوشوغا إشتا أسا دوشوغا لدعدوش دوشنا هر سنقبو ألا مستقيما نيسي بوش فاتبعوه تندي عداز ولا تتبعوا السبل قدل نيقشن دي عمداز فتتفرق بكم إشتنا حيات دوارة تفرق بكم أل تست السبل تدوش تست شو تاني نيقش العصور بوشن شو حيات تست التل بل نيقش شو تاني العور بوشن راز دو دوشو مبدوقس عن سبيله تست ديل نيقخ دعو زردوق شو بار ذلكم وصوكم به لعلكم تتقون إزدوش الله شنداش وسياد دوهرة شو ديلخ فرشرداتي أي وأن دين الإسلام هو دين الله المستقيم اشتأس دوش نشتو إسلام دينا إز ديل نيس دين دو الذي لا يقبل الله دينا سواه إدين دو إز الله قدنا إدواتو قبل دوش بعد بعثة خاتم النبيين تأحر بهم رواية شودع فاستمسكوا به تنغتسلوا ولا تتبعوا الأديان المختلفة قدلوا دعوا دوشتل ديناشا تندح مداز وطرق الملتوية لحوز نيقشا قلدل نيقشا تندح مداز فتتفرق بكم عن سبيل الهدى والسعادة نيس وعن إرسيان يقخشوا نيقش تحوز ودوشنا ذلكم وصاكم به ربكم الله وشن ديش ويسا دوهرة لتتقوا نار جهنم ديل جوجه تنسير خشولر دلر حما بامتثال أوامره واجتناب نواهيه توديب وقدرت مديب وقعدتت ولما كانت المحرمات الأولى لا يقع بها عاقل حلغر حارمهم نشخل ديرة حيقل دوشك تشو وجر وتش جاءت العبارة بقوله ورجني نوقعها لعلكم تعقلون ولما كانت المحرمات الأخرى شهوات دسن دول حارم دول هم نشاق ديشا ديغلا مشبول ديرا وقد يقع فيها من لم يتذكر ويتعظ تشووج ديرا تشووج ووج أخي لزا حيغم شخ حيغم يتصفل شوقا جاءت العبارة بقوله ورجني نوقعها لعلكم تذكرون ولما كان السير في طريق الفضيلة والاستقامة تأخيل ديرا وغرا نيسوان دستوين نيرتهولا دعوة غرا يحتاج لمقاومة للنفس وجهاد لها ديغت أحيك ديش خل ديرا لتستقيم على شرع الله ودينه إذا دعوة ترحمة ديل دين دي جاءت العبارة بقوله وقع ورجنئنا لعلكم تتقون فتدبر أسرار بدائع القرآن تقع ويلي تاينشا قرآن خزل شي يوشل تاينشن ويلي عبا خزل تبوغدوغس روي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ذات يوم مع أصحابه ديسنا إلى الجوار ألا شي أصحاب شي تعدينها تعمتح فخط خطا بيدي تعسيز حقير تباشي كيكت ثم قال سؤال هذا سبيل الله هرديل نقوال ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله سبرا وإسلي وإتس شحق تلسيزنا دقوسيش حقير تباخ ثم قال سؤال هذه السبل هشقيني أشتو ليس منها سبيل إلا عليه شيطان سيغتعان يقببات سنتشين شيء دوش بيه يدعو إليه إتسنيق يقيقش ثم قرأت صدع هراتي شرطباخ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية تشت إلى آخر الآية رواه أحمد والنسائي دوايا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك